يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنتكلم عن لين القلب او عن القلوب الحنينة الطيبة اللي دمعتها قريبة. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك. مرة واحدة بعتت سؤال لداعية مشهور جدا، بعتت تقوله: هل لين القلب يؤخذ عليه أجر؟ يعني أنا لو عيني دمعت أو قلبي وجعني على شخص أو حيوان أو موقف حصل قدامي، ده هاخد عليه أجر؟ رد عليها رد جميل قوي وقال لها: دي صفات أهل الجنة. الله! عارفين يعني إيه دي صفات أهل الجنة؟ يعني طيبة قلبك وحنيتك بس كفيلة إنها تدخلك الجنة من غير حساب. أصحاب القلوب اللينة هم اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب، لأن قلوبهم مثل أفئدة الطير. قلب الطير الصغير الجميل اللي لا بيعرف يأذي ولا بيعرف يضر. قلب البني آدم الطيب الحنين مثل زي قلب الطير. عارفين قال لها إيه كمان؟ قال لها سيدنا عثمان في غزوة بدر كل الجيش طلع وهو فضل جنب السيدة رقية زوجته لأنها كانت تعبانة، فقعد جنبها يعالجها ويطببها. فسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام دعاله لأنه إنسان حنين. فالقلب الرقيق ده إن شاء الله بيدخل الجنة من غير حساب. الطيب مش عبيط يا جماعة، واللي دمعته قريبة مش ضعيف. إنك تكون إنسان حساس وحنين وقلبك رقيق دي أعظم صفة ممكن تبقى موجودة عند أي إنسان في الدنيا. ممكن تتعب شوية بسبب تصرفات بعض البشر، لكن كفاية إنك تكون ضمن اللي وصفهم سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال عنهم قلوبهم مثل أفئدة الطير، وتدخل الجنة بغير حساب. والسبب هي رقة قلبك دي، قلبك اللي انت بتعاتب نفسك وتقول يا ريتني ما كنت حنين، قلبك اللي بتقعد تقطم نفسك وتزعل وتقول يا ريتني ما كنت طيب، لاني لو انسان مش طيب ما كنتش تعبت في الدنيا. بس انا عايزة اقولك على حاجة: ما تستناش جزاء في الدنيا، وما تستناش جزاء من البشر. انت في دار فناء مش دار بقاء. عارف يعني ايه انك تدخل الجنة من غير حساب عشان قلبك الطيب اللي انت بتأنب نفسك عليه، اللي انت ملكش يد اصلا ان هو طيب، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انعم عليك بالنعمة دي. صدقوني طيبة القلب ولين القلب دي حاجة حلوة قوي، انك يكون في قلبك رحمة بكل اللي حواليك سواء انسان او حيوان او طير، دي حاجة جميلة قوي. اللهم اجعلني واياكم من اصحاب القلوب اللينة، اللهم اجعلني واياكم من اهل الجنة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني في فيديو جديد في حكاوينا مع تومة.